RAV4 من الخيارات الممتازة جدا للعائلات، لأنه السيارة هذه اعتمادية بصفين مقاعد مرتفعة على الأرض شبيهة الSUV، ولكن هذه كروس أوفر متوسطة الحجم. خلونا نتعرف على السيارة هذه. طبعا احنا صورنا الRAV4 قبل هيك، ولكن مش بالمميزات اللي أجت على السيارة هذه اللي معنا اليوم. السيارة هذه فيها أنظمة قيادة بتختلف اختلاف تاما عن السيارة RAV4 اللي احنا صورناها، فتابع الفيديو للنهاية إن شاء الله تستفيد منه. السلام عليكم، أنا أخوكم داود سمير من عرب كارز. جيت أصور لكم اليوم سيارة الRAV4 باللون النبيتي اللي معنا اليوم. سيارة مميزة، هذه متوفرة في معرض الأوائل في ريبيا في بنغازي. احسب لكم أرقام التواصل والعنوان في صندوق الوصف. كلموهم احكوا لهم من عرب كارز، وإن شاء الله الشباب مش حيقصروا معكم. ما تنسونا من لايك من شير من سبسكرايب، وقيموا السيارة من 10 بالمميزات اللي فيها. مميزات جميلة جدا، يعني أنا ما شفتها على سيارة RAV4 من قبل. هذه الفول كامل يا جماعة الخير. إيش المحرك اللي بيجي عليها؟ 4 سلندر تنفس طبيعي، يعني محرك اعتمادي جدا جدا. شوف المحرك، محرك 4 سلندر بالشكل العرضي، يعني الدفع الاساسي امامي، ولكن السياره هذه اول ويل درايف. طبعا المحرك اللي معنا اليوم بسعه 2.5 لتر بقوه حصانيه 176 حصان، والعزم بكون 233 نيوتن متر. الجير اللي بكون على السياره هذه اوتوماتيكي، والتسارع في السياره يعتبر تسارع ممتاز ب9 ثواني ونص لتوصل لسرعه 100. فحبيت المحرك اللي جاي على سياره RAV4 بما انه محرك تنفس طبيعي، يعني محرك اعتمادي بشكل كبير جدا، وبرضه التقفيل تبع المحرك يعتبر تقفيل يعني محترم. عند غطاء المحرك بيجي مبطن، ولكن مش تبطين كامل، يعني الجزء اللي بيجي فقط على المحرك. وللاسف الشديد غطاء المحرك يعني بيجي بالعصا العلاق اللي انتم شايفينه، ما بيجي بيكون ثابت، يعني لا هذا بالعصا. طبعا غطاء المحرك كامل بيكون خفيف جدا. إنارة مسحوبة على جسم السيارة وشكلها ناعم جدا. هنا عندك إنارة نهارية زي ما احنا شايفين، شكلها جدا جميل. طبعا الإنارات كلها بتيجي LED، ما عدا نور الإشارة للأسف بيكون نور هالوجيني عادي. حتى إنارات الكشافات الضبابية اللي احنا شايفينها بتكون من LED، طبعا مغلفة بالتغليف اللي احنا شايفينه بلاستيك أسود. فحبيت تغليفة الإنارة بالتصميم تبعهم. الواجهة الأمامية تبعت الRAV4 الاعتيادية اللي بنشوفها على أغلب سيارات RAV4، في تشكيلات تاني من RAV4 ولكن ما بتنزل في الوطن العربي. الوطن العربي بنزل بالشكل اللي احنا شايفينه. بالواجهة الأمامية بنلاحظ الرادار الأمامي. الرادار الأمامي ما توفر على السيارة الزرقاء اللي صورناها قبل هيك، ولكن توفرت على السيارة الحمراء اللي معانا اليوم، اللي هي فئة الفل كامل. عليها رادار أمامي، وأيضا عليها تنبيه الخروج من المسار. برضو النقطة هذه ما توفرت على النص فل. فحبيت أنظمة القيادة اللي أجت على السيارة علشان السلامة والأمان على سيارة RAV4 إنه يركبوا رادار أمامي وتنبيه الخروج من المسار أو مراقبة الشارع. النقطة هذه جميلة جدا، لكن كاميرا من ناحية الواجهة الأمامية ما وفروا عليها، وبرضو حساسات أمامية للأسف الشديد ما بعرف ليش ما توفرت، برغم إنه في أوبشن، ولكن النقطتين هذول ما توفرت على الRAV4. الصادم الامامي في تنفيخات زي ما احنا ملاحظين، الشنب اللي احنا شايفينه في فتحات تهويه برضه بالاسفل، بالاضافه الى فتحات التهويه هنا علشان تبريد التنفس الطبيعي اللي في المحرك. فحبيت تصميم الواجهه الاماميه على صعيد الجمال. وجماعة الخير اذكروا لي القطعة هذه لإيش، اللي عارف يكتب لنا في قسم التعليقات. شكلها جميل جدا، ولكن اكتبوا لنا هي لإيش، وإلها فائدة على فكرة. بجنب السيارة ملاحظ في تنفيخات. طبعا التنفيخات هذه انسيابية علشان الانسيابية تبعت السيارة، بما انه هي محرك 4 سلندر في 9.5 ثانية بتوصل لسرعة 100، فهذا دليل على انه السيارة انسيابيتها عالية. طبعا في خط فاصل هنا ما بين الانسيابية العليا والانسيابية السفلى. بجنب السيارة برضو بنلاحظ في الفندر الجانبي باللون الأسود اللي فوق الكفرات، وحتى بجنب السيارة من الأسفل بنلاحظ اللون الأسود. فتداخل ألوان جدا جميل مع اللون العنابي اللي احنا شايفينه. مقابض الأبواب بلون السيارة، والمراية برضو بتكون بنفس التصميم اللي هنا، اللي هو أسود أحمر، هنا برضو أسود وأحمر. مراية بالطريقة العلاق، ما عليها الرؤية المحيطية، عليها إشارات LED شكلها جميل جدا، وما عليها تنبيه الخروج من المسار. ما بعرف ليش، يعني السيارة فول المفروض وفروا النقطة هذه. جنود السيارة ألمنيوم بشكل جميل، 18 بوصة، الكفرات 60 223 الكفرات اللي بتكون على السيارة لجميع الفصول، بينما انه السيارة هذه اصلا فيها أنظمة قيادة عدة، فالكفرات لازم تصلح لجميع الفصول، يعني اغلب الطرق تمشي عليها الكفرات 100. السيارة من الخلف بتيجي بإنارات LED، والاختلاف بيكون عن السيارة الفول. طبعا
هنا بتيجي بفتحتين اقزوز، الثاني ب 2000 سي سي او 2 لتر، فبتيجي بفتحه اقزوز واحده، ولكن هنا فتحتين اقزوز ب 2.5 لتر. فتحة الصندوق الخلفي برضه هنا بتفتح كهربائيا، ولكن في الثانية بتفتح يدوي. المساحة نفس المساحة تقريبا، ونفس الاوبشن اللي اجن على السيارتين، يعتبر واحد كمساحة وخلاف. الداخلية كداخلية يا جماعة الخير في فرق ما بين النص فل، طبعا هذه بتيجي فل جلود زي ما احنا شايفين، ولكن ما بتيجي فتحة سقف بانورامية. في واحدة فل تانية هجيب لكم لقطتها الحين، هذه فل كامل عليها فتحة سقف بانورامية، ولكن هذه يا جماعة الخير مش 4 ويل درايف، هذه 2 ويل درايف بنفس المحرك اللي هو 2.5 لتر. ولكن السيارة هذه ما بيجي عليها عدة أشياء برغم هي فل، يعني الرادار أمامي ما في رادار أمامي، تنبيه الخروج من المسار ما فيها تنبيه من الخروج من المسار، هي فقط بتيجي فتحة سقف بانورامية بالكامل، بخلاف اللي معانا اللي انا حبيت اصورها برضو فل. ولكن هذه طلعوا لي هنا بصمة الرافور وفور ويل درايف، يعني الدفع رباعي مستمر، بخلاف انه السيارة الثانية تو ويل درايف، الدفع الامامي اللي بيكون عليها اساس السيارة هي دفع امامي علشان المحرك عرضي بيكون، فالسيارة الثانية دفع امامي سنجل، هذه فور ويل درايف. تعال نكمل الداخلي. تشغيل السيارة بيكون بالطريقة الذكية وليست المعترف بالبصمة، هي بالطريقة الذكية زر فقط. طبعا الداخلية ممتازة جدا وكبيرة في التشابه ما بينها وبين النص فل، ولكن في اختلافات، خصوصا الفول ويري درايف اللي معي اليوم في اختلافات. خلونا ننزل على الجير. اول حاجة بيجي الجير يا جماعة الخير اوتوماتيكي مش سي في تي، طبعا في خاصية التبترونيك. تمام، هنلاحظ هنا اس4 زي ما احنا شايفين، يعني السيارة فيها كذا سرعة، اخرها 8 سرعات، بخلاف الثاني بيكون سي في تي، ولكن هذا مش سي في تي، هذا جير اوتوماتيكي من 8 سرعات. وبخلال الجير الاوتوماتيكي اللي من 8 سرعات اقتصاد السيارة 14 كيلو و100 متر على كل لتر واحد، فالسيارة تعتبر اقتصادية. ثاني اختلاف طبعا في هنا زر الاوتو هولد، اللي مش عارف ايش الاوتو هولد يحضر حلقة البلاسيد اللي انا نزلتها، شرحت عن الزر هذا بالتفصيل كامل. هذا البريك الالكتروني. في عندك هنا شاحن لاسلكي مش متوفر على فئة النص فل، وعن طريق الزر هذا بتشغل الشاحن اللاسلكي او بتفصل الشاحن اللاسلكي حبيته. وفي عندك هنا منفذ طاقة من 12 فولت، يعني لو حبيت تضيف انت شاحن خارجي او اي شيء خارجي. ايش المتوفر هنا الجميل؟ شايفين زر التراكشن كنترول موجود عندك بالزر هذا. تمام، وعندك هنا مودات قيادة مش موجودة على نص الفل. الإيكو أنا علشان لو بدي أقتصد في السيارة، النورمال لو أنا بدي أمشي طبيعي في السيارة، السبورت لو أنا بدي أعمل سباقات في السيارة وخلافه، السنو هذا علشان الثلوج، أنت بتقدر تمشي في السيارة هذه في الثلوج. المد والساوند، يعني السيارة بتمشي في الصحراء وبتمشي برضو في الطين، ولكن مش هديك الطين الكتيرة أو مش هديك الصحراء الطاغية، يعني حاجات خفيفة انت ما بتقدر تطلع فيها مثلا من ربع الخالي، او صحراء مثلا زي صحاري ليبيا ما بتقدر تطلع في السيارة هذه. ولكن بحر ما بحر، امور خفيفة زي هذه ما عندك اي مشكلة. برضو الزر هنا نمط قيادة اللي هو الروك السيارة، فبتمشي عندك على الصخور، وحتى ببين لك الموضوع هذا في الطابلون الامامي زي ما احنا شايفين. امورك طيبة ما في عندك اي مشكلة. طبعا هذه المودات مش موجودة على المحرك اللي هو بيكون 2 لتر، مش موجودة على فئة النص فل، وحتى مش موجودة على فئة الفل كامل الدفع السنجل الأمامي، موجودة على الأول ويل درايف وفئة الفل كامل. فأنت لما تيجي تشتري راف 4 بدك تعرف إيش بدك تشتري علشان أنت ما تتوه. أنا هذه شايف النسخة أفضل نسخة من سيارات الفل بالنسبة لسيارة راف 4. أيضا متوفر عندك هنا الرادار الأمامي، تقدر أنت تستخدم الرادار الأمامي ما عندك أي مشكلة، وتنبيه الخروج من المسار حتى بعلم لك في الطابلون. وطبعا أكيد عندك مثبت السرعة، ما بيجي بالعلاقة هنا التقليدي من شركة تويوتا، بيجي عن طريق أزرار ناعمة. هذه المودات علشان خاطر أنت تتحكم فيها في الشاشة كصوتيات وخلافه. والزر هذا أنت بتقدر تستخدم فيه للشاشة الوسطية زي ما احنا شايفين، مثلا بتشوف القراءات للشاشة الوسطية، المعلومات اللي بتهم السائق مش أكتر. مثلا هاي الرادار الأمامي، وهذا تنبيه الخروج من المسار، برضو عن طريق الشاشة بتقدر تعملهم. والزراير اللي تحت انه تعلي الصوت وتخفض الصوت، يعني للصوتيات بشكل كامل. طبعا المري انا في السيارة بيجي بتحرك كهربائيا بالكامل، تحكم بالمري سنتر لوك وخلافه،
وعندك النوافذ بتكون اوتو، حتى النوافذ الخلفية برضو بتكون اوتو، ومش معلم عليها اوتو، ولكن النوافذ بتكون بالاوتو في فئة الفل اللي معايا. المراية هذه برضو بتيجي بالتعتيم التلقائي، حبيت موضوع المراية اللي جت على السيارة. في عندي تعليق واحد، أنا الشاشة هذه يا جماعة الخير يعني للأسف الشديد زي ما احنا شايفين ما فيها فرارات للأسف الشديد، تزود الصوت وتنقص الصوت، ما في فرارات في الموضوع الشاشة هذا، فما حبيته. طبعا هذه الكواليتي تبع الكاميرا الخلفية، هي ما فيهاش غير كاميرا خلفية واحدة، كواليتي واحد. وبرضو الأشاير هذه ما بتتحرك يمين ويسار، بخلاف سيارات كتير تتحرك يمين ويسار، والكواليتي تبعها بكل صراحة مش كواليتي عالي. الخامات الداخلية كواليتي عالي، والسيارة بمحرك تنفس طبيعي، سيارة عائلية بصفين مقاعد يعني العائلة متوسطة، سيارة اقتصادية في نفس الوقت 14 كيلو 100 متر لكل لتر، سيارة يعتبر الجير اللي عليها جدا ممتاز، فيها أنظمة قيادة جدا ممتازة، فتعتبر السيارة هذه عائلية بامتياز، خصوصا انه مرتفع على الارض علشان المطبات. فالسيارة هذه انا بوجهها للعائلات المتوسطة الحجم. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسونا من لايك من شير من سبسكرايب، وححط لكم رابط الفيديو تبع النص فل، شاهدوه بالكامل حتعرفوا ايش الفرق بالتفاصيل الدقيقة والتفاصيل الممتعة. السيارة هذه متوفرة وين؟ في معرض الاوائل في ليبيا في بنغازي، كلموهم احكوا لهم من عرب كارز، ان شاء الله الشباب مش حيقصروا معكم باذن الله تعالى. ما تنسونا من لايك من شير من سبسكرايب، وقيموا السيارة هذه من 10، تقييمكم جدا مهم للمجتمع. ناحية التقييم فانتوا لازم تقيموا علشان الناس تعرف هل تشتري السيارة هذه ولا لا. اخر شيء حابب احكيه، سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلامات.